في ترند راسل قال ايه؟ ان مشكله العالم ان الاغبياء والمتشددين واثقين من نفسهم دايما، اما الحكماء قد تملأهم الشكوك. من فتره كده كنت بشوف مناقشات على السوشيال ميديا، كان بيتكلم بثقه غريبه، بيحكم على كل الناس، يقول لك انا عارف مين الصح ومين الغلط، اللي مش زيي بيبقى غلط. دخلت اطلع على البروفايل بتاعه لقيته مش دارس مش باحث، بس عنده يقين غريب جدا، واللي كان بيحاول يشرح بهدوء او يتناقش كانوا بيسكتوا. في اللحظه دي افتكرت المقوله دي، ازاي الناس اللي بتعرف اكتر دايما عندهم شكوك. اكتشفت انهم عندهم شكوك مش لانهم ضعاف، لانهم عارفين قد ايه الدنيا معقده، عارفين ان كل حاجه ليها ابعاد ومفاهيم متعدده. عارفه ايه الفرق بين الغبي والحكيم؟ الغبي شايف الدنيا لون واحد، يا ابيض يا اسود، انما الحكيم شايفها الوان كتير، ظلال وتفاصيل، وعشان كده مش بيقول انه عارف كل حاجه. الخلاصه هنا، لو لقيت نفسك ساعات بتشك بتسال بتدور، ما تتضايقش، دي علامه انك بدات تفكر بعمق، انك من الناس اللي بتدور على الحقيقه مش على الانتصار في الجدال. ودي كانت ابيسود رقم 10 من سلسله كل كلمه حكايه، وخطوه جديده درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.